بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، والنهاردة هشرح لك قاعدة الداتيف، والقاعدة دي من أهم القواعد في اللغة الألمانية وعاملة قلق كتير جدا، ولكن أنا إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هخليك تتأكد إن القاعدة دي من أسهل القواعد اللي موجودة في اللغة الألمانية. أنا عايزك الأول تذاكر قاعدة الأكوزاتيف، لأن القاعدتين قريبين من بعض، بينهم فرق صغير خالص. تمام كده؟ طيب، أنا دلوقتي في شرطين لازم يكونوا متوفرين عندي في الجملة عشان نقول إن القاعدة دي قاعدة داتيف. وإحنا زي ما متفقين أو زي ما أنتم متعودين معايا، سيبك من اسم القاعدة خالص، ما تشغلش دماغك بيها، اشغل دماغك إحنا بنستخدم القاعدة إزاي وإمتى. تمام كده؟ أول حاجة لازم يكون عندك فاعل وفعل ومفعول به في الجملة، يعني يكون عندك جملة فعلية. خلاص كده، لازم يكون عندك فاعل وفعل ومفعول به. تمام كده؟ طيب، الحاجة التانية لازم يكون عندك حرف جر في الجملة، لازم يكون عندك حرف جر في الجملة، أو يكون عندك فعل معين الفعل ده بيعمل لي حالة داتيف في الجملة. خلاص كده؟ يبقى لازم يكون عندك شرطين، فاعل وفعل ومفعول به، أو يكون عندك جملة فعلية. الحاجة التانية لازم يكون عندك حرف جر أو فعل من أفعال معينة كده، الأفعال دي بتعمل لي داتيف، والأفعال دي أنت لازم تحفظها. تمام كده؟ طيب، ايه اللي بيحصل لما بيتوفر عندي الشرطين دول؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لك تغيير في الارتكل، تغيير في الارتكل. يعني عندك الدي بتتحول للديا، عندك الديا بتتحول لديم، عندك الدس بتتحول لديم. خلاص كده؟ طيب، تعالى ناخد مثال عشان نفهم الموضوع. طيب، انا هنا بقول لك ich gehe zu der Schule. خلاص، انا رايح المدرسة، انا رايح المدرسة. انت عندك هنا في حرف جر اللي هو مين؟ اللي هو تسو. وبناء عليه، بدل انا عندي حرف جر وعندي فاعل وفعل ومفعول به، يبقى لازم الارتكل بتاعت دي شولة، الارتكل دي لازم تتغير وتتحول لمين؟ تتحول للديع. تعال ناخد مثال تاني. هنا انا بقول لك wir reisen mit dem Zug. خلاص، احنا بنسافر بمين؟ بالقطار. القطار الارتكل بتاعته الديع، ولكن هنا لما جه قبله حرف جر اللي هو مت، خلاص، فديع اتحولت لمين؟ اتحولت لديم. تعال ناخد مثال كمان. انا هنا بقول لك منى هيلفت ديم كيند. خلاص، منى بتساعد الطفل. هنا هيلفت او هيلفن ده من الافعال اللي بيعمل لي داتيف في الجمله، فهنا انا ما عنديش حرف جر، ولكن انت عندك هنا فعل، الفعل ده بيعمل لي داتيف. خلاص كده؟ طيب، das Kind اتحولت لمين؟ اتحولت لديم. خلاص كده؟ طيب، انا هنا بقول لك بابا kommt von der Arbeit. بابا جه من الشغل او من العمل. خلاص، المفروض ان العمل ده معناه دي ابايت، دي ابايت. خلاص، فهنا بقت ديا. ليه بقت ديا؟ عشان عندي فون هنا حرف جر. تمام، وبناء عليه دي اربايت اتحولت لمين؟ لديا اربايت. خلاص كده؟ طيب، الحاجة التانية ناخد مثال كمان. انا بقول لك هنا der Vater kauft den Kindern das Buch. خلاص، الاب بيشتري الكتاب للاطفال. خلاص كده؟ طيب، ايه اللي حصل هنا؟ ايه اللي حصل هنا؟ هنا عندي كاوفت. كاوفت ده بيعمل لي مين؟ بيعمل لي داتيف، وبناء عليه انا هنا عندي كندن، دي كلمة كيندا نفسها جمع. خلاص، فبدل دي جمع، هنا اللي انا بعمله ان انا بحول الدي للدين، وباجي لي الاسم اللي انا بجمعه اللي هو كيندا واحط اخره ان. خلاص كده؟ يبقى انا دلوقتي لو انا عندي كلمة جمع في الجملة وجاء قبلها فعل من الافعال اللي بتعمل لي داتيف، بحول الدي لمين؟ للدين، وبحط ان في الاخر. تمام كده؟ طيب، هنا انا ملخص لك الكلام ده، بقول لك ان الديا والدس بيتحولوا للديم. خلاص، طبعا امتى؟ لو جه حرف جر قبل الاسم، او في عندي فعل من الافعال اللي بتعمل داتيف. وقلت لك الدي بتتحول للديا، وعندك الدي الجمع بتتحول للدين، وبتحط ان مين هنا. يعني مثلا ممكن احط لك نقط هنا كده. خلاص، ماشي، والاسم اللي انا بجمعه بحط مين؟ بحط اخره ان.
طيب نفس الكلام هنا في النكرة. انت لو فاكر كان في الاكوزاتيف كنا بنقول الاين اينن والكاين كاينن. هنا نفس الكلام، هنا الاين بتبقى مين؟ اينم. ليه اينم؟ عشان هنا الديا والداس بيبقوا ديم. خلاص كده، فانا هنا بزود اي ام. خلاص. طب هنا اين بتتحول لاينا. خلاص. وهنا كاين كاينم، وهنا كايني كاين. وهنا طبعا النفي كاينن، والنكرة طبعا احنا عارفين الجمع ايه؟ ملوش أداة. طيب كمان لو انا عندي بقى المفعول به ده ضمير شخصي، لو انا عندي المفعول به ده ضمير شخصي، هنا برضو بيحصل تغيير في الضمير. فانا عندي الايش بيبقى ميا، الدو بتبقى الديا، الايا والاس بيبقوا ايم، الزي بتبقى ايا، الفيا بتبقى انس، الايا بتبقى ايش، الزي بتبقى اينن، والزي بتبقى اينن. طيب تعالى ناخد مثال عشان ايه نفهم الموضوع اكتر. طبعا دي الافعال اللي مطلوب عليك في الدرس ده، اللي هو gehören، خلاص، gefallen، helfen، وdanken، وgeht's. طيب هنا انا بقول لك wie geht's dir، wie geht's dir، خلاص، ازيك انت، ازيك انت. فانت دي هو المفعول به هنا، خلاص، فدو بيتحول لمين؟ بيتحول لديا. هنا بقول لك das gefällt mir nicht، ده الحاجة دي مش عجباني، مش عجباني أنا، وبناء عليه إيش بتتحول لمية. هنا إيه hilft ihnen، هو بيساعدهم هما. فزي اتحولت لمين؟ اتحولت لإينن. هنا ich danke ihnen، أنا أشكر حضرتك أو حضراتكم، اللي هي زي. خلاص. فايه اللي حصل هنا؟ زي اتحولت لإينن. هنا schmeckt ihr das Essen، هو الاكل عاجبها. خلاص. فهنا زي اتحولت لمين؟ لإيا. خلاص يا شباب، هي نفس بقى يعني نفس الفكرة، عشان ما نطولش في مدة الفيديو. طيب يعني باقي المحاضرة طبعا هي دي الفكرة الأساسية بتاعة الداتيف. أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.